لوزة وموزة القطتين دول كانوا مامتهم جابتهم لي على الباب وخبطت علينا وطلبت اللجوء السياسي على البيت. وبصراحة هما كانوا لسه مولودين ولقيتها شايلاهم من ودنهم فصعبوا عليا جدا. دخلتهم عندي البيت وقلت لما يكبروا شوية هنزلهم تاني الحديقة مع مامتهم. بس هما طبعا زي ما انتوا شايفين كده لما كبروا شوية بدأت انزلهم بقى الحديقة، ودي كانت اول مرة ينزلوا في الحديقة ورجليهم تدوس على حاجة غير السجاد الصغير اللي كنت فرشه لهم عشان يناموا عليه في المكان المخصص عندي. تعالي. وبصوا بقى اتفرجوا على عليهم بقى وهم اول مرة عاملين زي البيبي اللي لسه نازل على يروح البحر ويحط رجليه عند الرملة وبيبقى قادر يرفع رجله وينزل رجله ومش قادر يدوس على الارض. هم عاملين كده، شوفي رجلها شبكت في السبت الصغير. وانا بقى خلصت عشان تعرف تمشي. بص بقى عليهم، شوف هم عاملين ازاي، يعني تحط الرجل وتشيلها تاني زي ما يكون بحطها في عند البحر كده وبتحط رجلها في الارض تلاقي ميه ترفع رجليها. هم لسه بقى تاتا تاتا لسه بيتعلموا ان هم يمشوا شويه وفي نفس الوقت ان هم اول مره يخرجوا. شوفوا بقى اتفرجوا على عمايلهم بقى. زي ما انتوا شايفين هم بقى واقفين قلقانين انهم لوحدهم وعايزين بيستنجدوا على مامتهم وبيندهوا عليها. اللي قربت بس يا دي لوسي، خالتهم بقى، فهي اول مره تشوفهم لانهم بس كانوا عندي من يوم ما اتولدوا. فبتبص عليهم وتشوف هم ايه دول الكائنات العجيبه اللي جات لنا في الحديقه دي. ما كانش فيه قطط صغننه، فقاعده تبص عليهم. بس انا بقى بصراحه قلت لها تمشي بعيد لاني انا مش فاهمه هي هتعمل فيهم ايه. ممكن هي تفتكرهم اي حاجه وتضربهم ولا حاجه، فانا خفت عليهم قلت لها تبعد. هما بقى واقفين يستنجدوا بمامتهم علشان اول مره يقفوا لوحدهم في مكان زي كده. طبعا دي مش كانت اول مره انزلهم، يعني دي كانت اول مره يعني، بس نزلتهم بعد كده كذا مره لحد ما اتعودوا وخدوا على الحديقه. وهتشوفوهم بعد كده هما بيلعبوا في الفيديوهات. بس انا حبيت افرجكم سنه اولى حضانه واولى تاتا ازاي بقى هيعملوا ايه. كل ده هم مخضوضين جدا. وزي ما انتم شايفين كده بتحاول تمشي تدور على مامتها، بس هي مين بقى الحشيشة بتاعت الأرض أو الأعشاب بتاعت الأرض عالية امشي. وهي تحط رجلها بس بتخاف جدا. في نفس الوقت خايفين من التهديد بتاع القطة بس التانية لأنها بالنسبة اوعي. لهم حاجة غريبة، ما هم ما يعرفوش غير مامتهم وبس. فقاعدين ينادوا على مامتهم، بينادوا على مامتهم اوعي. عشان تيجي تلحقهم. اوعي. فيعني كل ده مش قادرين يتحركوا خطوتين بعيد عن المكان اللي هم نزلوا منه. تعالي. لان هم خايفين، تعالي. المكان بالنسبه لهم غريب. بصوا بقى ماما جت، شايفين بقى الحنيه بقى والحب بقى. والله القطط دولت يعني الام بتاعت القطه دي بلاقيهم عندهم حنيه رهيبه، بتخاف على اولادها جدا وما بتنقلش من جنبهم. يعني هي دلوقتي ليه بقى كانت بعيده؟ لان هم كانوا عندي في الشقه وهي مطمنه ان هم جوه فخرجت. لكن هي لو تعرف ان هم هنا ما كانتش سابتهم ابدا. زي ما انتم شايفين قاعده تطمن فيهم وتلحسهم بلسانها كده وتحضنهم وتطبطب عليهم عشان تطمنهم من الرعب اللي هم عايشينه. وفي نفس الوقت خليتهم اللي قاعده تبص من بعيد دي قاعده تبص عليهم وتقول ده يعني الدوشه اللي عاملينها دي نادي. والقطط اللي جم جداد دول. طبعا هي عايزين دي عينهم. امهم فخايفه عليهم طيب وقاعده حاضر. تحاوطهم بايديها اشيلهم. وببص حواليها في كل مكان خايفة طيب على طيب الولاد حاضر. لحسن حد يجي لهم. خصوصا ان عندنا كلب صغير او مش كلب صغير، هو كلب هما بيخافوا منه. فهي قاعدة تطبطب عليهم. شوفوا وبتحسسهم انه ما تخافوش ماما جنبكم. وفي نفس الوقت هي بتناونا وبتبص لي ان انت جبتيهم هنا ليه؟ رجعيهم تاني، هم لسه صغيرين. فطبعا انا عارفة ان هم لسه صغيرين بس هم لازم اشيلهم لك. يتعودوا. وده فعلا اللي نفعني دلوقتي لانهم دلوقتي بقى خلاص بقت الحديقه بيتهم وبينزلوا يلعبوا. خلاص بقى هم ما عادوش بيدخلوا الشقه ان ده دي حديقتهم وده بيتهم هنا حاضر مع حاضر يا مامتهم. بوسبس. فبقوا يلعبوا هنا. لكن حاضر. حاليا في الوقت اللي انا خايفة بصور عليهم. لكم فيه
كانوا لسه صغننين، وانا يعني صورت الفيديو وما اذعتوش على طول، فحبيت اوريه لكم لان هو بصراحه فيه شويه مشاعر انسانيه حلوه جميله. مامتهم طبعا واقفه كده بتتلفت كان حواليها اهي، بيخرب دماغكم، مش والولاد بقى عارفه من كتر رعبهم قالك بتصوري نرجع ولا لا؟ بقى وماما تطمنا. مش هسيب لك هي قاعده دقايق تطبطب ليه؟ عليهم، والقطه بقى اللي هي البيضه دي اسمها لوزه، والقطه السمرة دي شويه اسمها موزه، ومامتهم دي اسمها بوسي. فطبعا قعدت تخلي بالها منهم. انا هاخدهم اهو ووديتهم في مكان الامن اللي كانوا مولودين فيه عندي. وبصوا بقى، شايفين بقى، يا سلام، منتهى الامان. رجليها بقى اللوزه بترفع رجلها وبتلعب، وموزه ساندة على ماما، واخر انبساط واخر اطمئنان، لان هم قاعدين في مكان امن ومامتهم معاهم، فبيطلعوا بقى كل شعورهم بالانبساط والحب. شايفين؟ بيحبوا، بتحب اختها بقى يعني، ولا بتلعب مش عارفة. بيلعبوا بقى مع بعض. خلاص بقى يعني دلوقتي ماما معانا، فاحنا نلعب وننبسط. وارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وتعليق حلو بقى ولايك، ولو اول مرة تشوفيني اشتراك في القناة عشان نشوف حاجات حلوة مع بعض. سلام عليكم.